سيلينا خطاب الهيتي. لوحت القائمة العراقية بالانسحاب من الحكومة الحالية، إذ يرى نوابها أن قائمتهم تتطلع إلى تسوية سياسية مقنعة لها ولجمهورها، إضافة إلى أنهم يرون وجودهم في الحكومة أصبح موضع شك، بحسب زعيمها أياد علاوي الذي خص البغدادي بهذا التصريح. احنا درسنا في قيادة العراقية قبل أيام موضوع العملية السياسية، وشفنا أنه ما يحصل الآن في العراق هو خراب وتعثر شديد لهذه العملية السياسية. من هذا المنطلق دارسنا الأمور وقررنا التشاور مع شركائنا، خاصة في التيار الصدري وفي مع التحالف الكردستاني ومع بعض الإخوان المستقلين والكيانات المستقلة والمجلس الإسلامي في التحالف الوطني، التشاور معهم لتوحيد رؤية مشتركة فيما يتعلق بإنقاذ العملية السياسية مما آلت عليه في العراق. في غضون ذلك استبعدت دولة القانون قيام العراقية بالانسحاب من الحكومة والعملية السياسية أثر تصاعد حدة التصريحات بين المالكي وعلاوي، وأن العراقية حصلت على ما يكفي من مناصب سيادية، فيما ترى كتل أخرى أن انسحاب العراقية سيؤثر بشكل كبير على الجوهر العام للعملية السياسية. لماذا يهدد؟ إذا كان مقتنع بأنه لا يستطيع أن يقدم لناخبيه شيء فليعلن الانسحاب، علما أن هناك أطراف في القائمة العراقية بدأت تنسق وتتفاهم مع المالكي. الحل يكون بعقد مؤتمر، لكن نشترط بهذا المؤتمر أن تكون هنالك سقوف زمنية وأن تكون حل جذري للمشاكل. ويبقى الأمر مرهون بيد قادة الخط الأول في العملية السياسية عن طريق لقاءاتهم وجهودهم في محاولة منهم لإنهاء الأزمة التي استعرت في البلاد منذ سنوات. على الكتل السياسية اليوم أن توظف طاقتها الإيجابية لإيجاد حلول لمشاكلهم التي باتت تشكل عاملا من اللا استقرار في الشارع العراقي. من بغداد خطاب الهيتي، البغدادية. وصل رئيس الوزراء المصري